أهلا أيها الأصدقاء الأعزاء من كل مكان. مرحبا عبد السلام، ومرحبا بالمشاهدين الأعزاء مع حلقة جديدة من برنامجكم المشيق يحكى أن. حكايتنا لليوم ستكون بعنوان ماذا يا عبد السلام؟ ستكون بعنوان عمل الخير لا يضيع يا موفق. تبدو الحكاية من عنوانها مشوقة. هيا فلنبدأ. تبدأ الحكاية مع أميرة جميلة وصغيرة يتملأ وجهها نورا وإشراقا. توحي هذه الأميرة لكل من يراها بالأمل، وعندما تضحك تضيء كل القصر بابتسامتها، وأيضا تبعث في القصر الحيوية والنشاط. في يوم من الأيام كانت تجلس الأميرة على إحدى من شرفات القصر، وكان والدها يجلس في الحديقة، وكان معه بعض من وزرائه ورجاله يناقشون أمور الدولة ويتتبعون أحوال الرعية. وفجأة سمع الجميع صرخة عالية. كانت الصرخة من داخل القصر، فانطلق الجميع إلى الداخل يبحثون عن مصدر الصرخة، وكان الملك في مقدمتهم، فإذا بهم ينظرون إلى المربية جالسة على الأرض وهي تبكي بشدة، وتحمل الأميرة الصغيرة نور التي كانت تصرخ بدون توقف. فسألها الملك منفعلا ما الذي حدث؟ ردت عليه والدموع في عينها، وفي نفس الوقت في صوتها نبرة خوف. كانت الأميرة نور تنظر من شرفتها، فانتبهت إلى قطتها التي تسلقت الشجرة، فركضت مسرعة خوفا على القطة، وعندما كانت تنزل الدرج مسرعة وقعت. ولا أدري ما الذي حدث لها. حمل الملك طفلته إلى حجرتها، وطلب من رجاله إحضار الطبيب على الفور. لم يمضي وقت قليل إلا أتى الطبيب، الذي قام بعمل كشف صغير على الطفلة نور. فقال الملك: آسف يا سيدي لما حدث للطفلة نورة. سأله الملك منفعلا ما الذي حدث للأميرة؟ أجابها الطبيب: لقد كسرت قدم نورة، ولا بد من وضع قدمها داخل الجبيرة لمدة شهر كامل حتى تتعافى. فعم الحزن في كل أرجاء القصر، وكان الحزن باديا في وجوه الجميع. وافق الملك على عمل الجبيرة للأميرة، وأشار إلى الطبيب ليقوم بعمله. مرت الأيام حزينة على الأميرة، وكانت تمضي كل الوقت وهي تنظر إلى سقف غرفتها، كما أنها كانت تشعر أن الوقت يمشي بطيئا. لاحظ الملك الحزن على ابنته الصغيرة، وحاول جاهدا أن يسعدها ويخفف عنها حزنها، لكن دون فائدة. فكان يحضر لها الدمى والألعاب ويتناوب عليها المهرجين، لكن البسمة لم ترتسم على وجهها أبدا. حتى قطتها المحبوبة كانت حزينة لحزن الأميرة الصغيرة، وأيضا لأنها لا تستطيع ملاعبتها، حيث أنها اعتادت على اللعب مع قطتها في الحديقة. لكن في يوم من الأيام حدثت مفاجأة. هذه المفاجأة لم تخطر على بال أحد. لابد أنكم تشوقتم لمعرفة ما حدث. ستعرفون هذه المفاجأة، لكن بعد فاصل قصير. لا تذهبوا بعيدا. فاصل ونواصل. مرحبا أيها الأصدقاء، عدنا لكم بعد الفاصل القصير، ولا بد أنكم تريدون معرفة ماذا حدث. حسنا يا أصدقاء، كانت المفاجأة من المربية، حيث كان لديها طفلة صغيرة، والتي هي ابنتها الوحيدة من زوجها المتوفى. نظرت الأميرة إلى هذه الطفلة الصغيرة فسألتها: ما اسمك؟ أجابتها الطفلة الصغيرة بكل براءة: اسمي سماء. أعجبت الأميرة نور بالطفلة سماء، وقررت أن تجعلها صديقتها. وفعلا كانت المفاجأة السعيدة أن سماء أعادت البهجة والسرور إلى الأميرة،
وغدت صداقة جميلة بينهما، حتى بعد شفاء الأميرة من كسرها وطلبت من والدها طلبا مهما. وبقاء سماء مع أمها في القصر. تردد الملك قليلا، ولكن بعد إصرار الأميرة وافق على ذلك، وبعد ذلك وجد أنه كان موفقا في اختياره، حيث كانت سماء مثالا للصديقة الوفية. مرت الأعوام واستمرت الصداقة بينهما. بين الأميرة نور وسماء، وطلبت الأميرة نور من والدها أن يدرسان معا، وأن تأخذ سماء نفس الدروس الذي تأخذها أميرة. فقال لها الملك: يا ابنتي، هي لن تستطيع، ومصروفات التعليم عالية. فردت عليه الأميرة: أرجوك يا أبي، لقد فقدت أمي وليس لي إخوة ولا أخوات، ولقد أحببت سماء حبا كثيرا، ورأيت فيها الأخلاق الحميدة، ولمست فيها الإخلاص، فلا تحرمني من رفقتها. أرجوك يا والدي ادفع لها مبلغا شهري حتى يعينها على التعليم. أعجب الملك بكلام ابنته الأميرة، حتى أن الدموع كانت تنهمر من عينيها، فوافق على ذلك. وكانت الأميرة تشارك سماء في ملابسها وفي طعامها وشرابها وحتى في حجرتها. مرت الأعوام هادئة وجميلة، حتى حدث للملكة ما لم يكن في الحسبان. قامت دولة معادية بالهجوم على المملكة، فاشتعلت الحرب بينهما شهورا، مما جعل الملك يقاتل بنفسه في أرض المعركة. وكان الملك شجاعا وقويا، ولكن لأنه خاف على ابنته الصغيرة ورأى أن المعركة ستطول، قرر أن يرسل الأميرة إلى قرية المربية، وذلك حتى تهدأ الأمور. فانطلقت الأميرة وصديقتها سماء ووالدتها إلى منزل المربية في إحدى القرى البعيدة، وكان منزلا بسيطا قليل الأثاث، إلا أن تعامل المربية كان جميلا. وكانت سماء شديدة الخوف على الأميرة، فعندما تنام الأميرة والمربية تسهر سماء على حمايتها، وكانت تظل مستيقظة طوال الليل. وفي مرة رأتها الأميرة وهي تذهب لشرب الماء. وعندما انتصر الملك وعادت الأمور إلى مجراها، أخبرت الأميرة بما كانت تفعله سماء. شكر الملك سماء وقال: صحيح بأن عمل الخير لا يضيع. انتهت الحكاية أصدقائي، ومن خلالها تعلمنا كيف الاهتمام بالآباء والأمهات، بالإضافة إلى أننا لابد أن نحسن المعاملة إلى اليتامى، ولا بد من أن نصنع المعروف. وماذا استفدتم أنتم؟ أرسلوا لنا على الأرقام الظاهرة لكم في الشاشة، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة سلام الإعلامية. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة ودروس شيقة. نترككم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.